السلام عليكم. ده جزء ثالث من حكاية بيرسي، هنلخص في الحلقات رقم 6 و7 و8. في البداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنساش تعمل لي لايك للفيديو يا صاحبي، اشترك في قناتي وفعل جرس التنبيهات. يلا بينا. ايرونسايد بيزور حاكم سيستانا. ايرونسايد قال له بدون مقدمات الحاجة اللي كلمتك عليها عملت فيها ايه؟ احنا اتأكدنا ان موجودة في بلدك دي. قال له احنا لحد الان مش لاقيناه، بس هنواصل البحث عنها يا ايرونسايد. لكن بنت كالدن حاكم سيستانا بتعرف الشخص اللي بيكلم ان كان بيكذب او ان كان شرير، ودي خاصية سحرية من خصائص البنت. المهم ايرونسايد بيشكر كالدن حاكم سيستانا وبيقول له اني هنقذ بلدكم من شرور مملكة ليونس. بنت كالدن حاكم سيستانا ايرونسايد عاوز يعرفها على ابنه، وهو طبعا بيكذب عليهم، والبنت عارفة انه بيكذب على ابوها كمان. ايرونسايد بيطلب من لو لقت النقش القديم تعرف ابوها، وده اللي بيدور عليه ايرونسايد. النقش القديم ده قطعة من تابوت الظلام الابدي، وده الاسم اللي بيتسمى بيه. نروح هناك دوني بيصيد سمكة كبيرة، وبيرسي بيتضرب على السحر بتاعه. الجولم مش عاوزة تسمع كلام بيرسي، وشين بيقول له ان سحرك بيستمد من حالتك النفسية والعاطفية. الجولم لونها بيتغير، وده من اثار السم بتاع ناسينس. شين بيقول لبيرسي انت لما هزمت تاليسكار كنت بتتصور انك ماسك سيف في ايدك. بيرسي بيطلع من شنطته سكين صغير وبيقول ده اوروبوس، السكين بيطول، وبيقول له انا اخدت السكين ده من جدي وده سكين تقطيع. شين قال له لا 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 ده سيف سحر يا بيرسي. بيرسي قال له دي سكين تقطيع زي ما جدي قال لي. ناسينس قال له على ما اتذكر انت قلت لي على الخوذه والملابس انهم لجدك. قال له ايوه جدي كان فارس مقدس زي ايرونسايد، وعلى اي حال لازم الاقي ايرونسايد في كاميليوت مهما كلفني الامر. ناسينس بيشك بوجود كاميليوت وبيشك بشين ثعلب، لكن بيرسي قال له انا واثق من شين عمره ما يكذب. المهم اكلوا وقالوا انه جسمنا تقل بعد الاكل، وطلبوا من شين كره سحريه تنقلهم بسرعه لمملكه ليونس. قال لهم كان على عيني يا شباب، دي كانت اخر واحده لما انقذتكم من تاليسكار. ناسينس قال لهم دي كانت كره تعويذيه. قالوا له ايوه. بيرسي قال له انت تعرفها؟ قال له ايوه، يقال ان ميرلين الساحره، ودي واحده من الفرسان المقدسين الخطايا السبعه المميته هي اللي انشاتها، ودي كرات لها تاثير سحري متنوع. بس كمان ميرلين حصلت على كتاب يصف كل انواع السموم في العالم. لو اقدر امتع عيني بالكتاب ده مع شين الثعلب العظيم. بيكملوا مشي وبيوصلوا سيستانا. الجولم اللي هي السحر بيرسي بتجري قدامهم، وده شيء غريب، وبتروح تقف على حفره. الجولم عندهم قدره لتتبع الاثر. بيرسي بيحفر مكان الجولم، بيلاقي القطعه الناقصه من تابوت الظلام الابدي. ثعلب شين بيعرفها، لكن فجاه بتظهر بنت حاكم سيستانا وبتقول لهم انتوا مين؟ سيبوا اللي معاكم ومشوا من هنا، ولو ما سيتوش اللي في ايدكم هقتلكم كلكم. ناسينس عارف البنت. دوني قال لها احنا لقيناه بالصدفه. قالت له ازاي يا فالح لقيتوه بالصدفه وهو مدفون بالارض؟ بترفع سيفها وتضرب دوني بطياره. ناسينس قال لها استنى احنا مش عاوزين نتقاتل معاكي. قالت له عيب عليك ياض، ما تعرفش تقاتل بنت؟ وقالت له ما تستخفش بيه ياض، وضربته قطرت بيه من على الارض. سالتهم انتوا شغالين لصالح اي فارس مقدس؟ بيرسي قال لها تقصدي ايه بالكلام ده؟ قالت لهم كفايه اعذار، انا هرجع القطعه اللي معاكم ليا. بيرسي قال لها بس اهدي وتفضل القطعه ولا تزعل نفسك يا قمر. وقال لها في علمك احنا لقيناه بالصدفه وما كناش اصلا بندور عليه. قالت له مين لقاه غيركم يا كدابين؟ بتستخدم خاصيتها وبتقول دول مخبين عني حاجه. العصابه دي كلها كدابه، وبتبص لبيرسي وبتقول في حاجه مخفيه فيك انت. قال لها دول اللي لقوه، وقصده على الجولم اللي هي سحره. بتيجي الخادمه وتقول لها ابوك غضبان وزعلان جدا تعالي بسرعه. بتدي القطعه لبيرسي وتقول له خبيها هي معاك وملكك، وما توريهاش لاي حد هنا، وخصوصا الراجل اللي اسمه ايرونسايد. بيرسي هيتكلم بتحط ايديها على بقه وبتمشي مع الخادمه. ناسينس بيقول لهم دي بنت حاكم سيستانا حاكم المدينه، شفتها كتير لما كنت باجي مع اوردو هنا. بيسالوا عن الشيء اللي اديته لبيرسي وقالت له خبيه معاك. شين قال لهم اول مره بشوفه، بس دي قطعه من تابوت الظلام الابدي، ودي اداه سحريه صنعها عملاق واسطوريه كمان. دوني قال له اسطوريه يعني تساوي كام فلوس؟ شين قال له بس يا دي اهبل. ناسينس بيقول له مالك يا بيرسي من ساعه اللي حصل وانت ساكت؟ قال له عاوز اروح ولا ايرونسايد اكيد هيجي للبلد دي زي ما قالت بالظبط. شين قال له هتقول له ايه لما تلاقيه يعني؟ قال له هكلم معاه عن جدي ليه قتله. شين قال له انت مفكر يا ابني انك هتهزمه؟ القتال بينك وبين ايرونسايد هيأذي القريه كلها، وليه ابوك وايرونسايد بيدوروا على القطعه الاثريه بتاعه تابوت الظلام الابدي. لسه بدري ومعانا وقت كتير لكل الكلام ده يا بيرسي. ابو حاكم سيستانا بيقول لها بطل لف خارج القصر، محدش يعرف الكارثه اللي ممكن تيجي على بلدنا ايه. قالت له ده اللي قاله لك ايرونسايد، انت ليه مصدقه كده؟ ايرونسايد كل كلامه فاضي وكذب. قال لها اسكت يا بنت، لو حد سمعك هنروح في 60 داهيه. قالت له يا بابا انت عارف سر قوه الغمضه. قال لها يا بنت ما تستعمليش القوه دي هتاذيكي، وبعدين ايرونسايد فارس مقدس حمى الناس بجانب امك قبل كده، لازم نصدقه دلوقتي، عصيانه هيودي القريه في 60 داهيه. البنت قالت له ما تفكرش لو صدقناها هنكون بامان. قال لها كفايه كلام في الموضوع ده، انت طفله ومش فاهمه حاجه خالص. قالت له انا مش طفله، انا عندي
عندي 16 سنة وبكرة هكون فارسة مقدسة، ولو حصل حاجة لبلدي هكون أول واحدة أحميها، وكفاية بقى ما تبقاش كلب الإيرونسايد الراجل الغريب ده يا أبويا. عيب يا بنت، ده أبوكي برضه. أخدت كف وعينك ما تشوف إلا النور. قال لها علشان ما طوليش لسانك بعد كده يا آن. الكف علم على خدها. إيرونسايد وحاكم البلد مع بعض، الناس بتتكلم وتقول ده صديق حاكم البلد كالدن الفارس المقدس إيرونسايد، وبيقولوا إنه بيخدم ملك مشهور. بيرس واصدقائه بيراقبوا من الأعلى. بيرس شاف إيرونسايد وافتكر لما قتل جده وعاوز يتحرك. شين قال له اهدى يا ابني شويه. إيرونسايد بيكلم اهل القريه وبيقول لهم انا جيت هنا الليله علشان اعرفكم انه في تهديد لبلدكم دي وازاي تواجهوه وتقضوا عليه. وقال لهم بصوا كده، وبيفتح الصندوق وبيظهر نقش ناقص القطعه اللي مع بيرسي. شين قال لهم لو النقش ده اكتمل هيبقى خراب ودمار علينا كلنا. بيرسي قال له ايه اللي هيحصل لو اكتمل النقش ده او الرسم ده يعني؟ شين قال له ان النقش ده او الاداه السحريه دي اتصنعت علشان تخدم عشيره الشياطين. دوني قال له عاوزها يهبب بيها ايه دلوقتي اذا كان الشياطين اتهزموا من 16 سنه واختفوا من بريطانيا؟ قال له بعدين هفهمكم الكلام ده. شين قال لبيرسي ابوك بيخطط انه يضحي بسكان البلد دي كلها. قال له سيبني يا شين اروح اضربه سيبني. قال له ده يا ابني انت يا ابني لسه هاوي. لحسن الحظ معانا القطعه الناقصه من تابوت الظلام الابدي، من غيرها ما يعرفش يعمل اي حاجه. شين قال لهم لازم نخلع بالقطعه دي من القريه فورا. بيرسي قال له انا ما صدقت لقيته علشان اضربه. قال له يا ابني اهدى، عارف وفاهم شعورك بس بعدين، بس دلوقتي عاوزين ندي اهميه لحياه الناس في القريه دي، وكمان انت لسه عضمك طري ومش ندي ليه دلوقتي. إيرونسايد بيشرح النقش وقطعه الظلام الابدي لسكان القريه وان محتاج القطعه الاخيره. وحاكم القريه كالدن قال لهم لو لقيناها وكملنا النقش فده هيحيي سيستانا من الكارثه وهيسال إيرونسايد اي كارثه يا عم الحاج. قال له فيه نبوءه ان الفرسان الهلاك الاربعه ومملكه ليونس بتجمع على الشياطين الاربعه فرسان الهلاك، وهي بتحاول تمسح بريطانيا من الخريطه. الناس في ذهول. دخلت بنت كالدن آن وقالت لهم الراجل ده بيخدعكم وبيخدع ابويا، كل الكلام اللي قاله كذب. الناس استغربوا وقالوا انت بتتهمي فارس مقدس بالكذب. ابوها قال لها بعيد يا بنت. إيرونسايد قال له ما فيش مشكله، الاطفال في السناء بيتصرفوا كده. قالت له انا مش طفله يا إيرونسايد وانا بقدر اشوف صدقك من كذبك. ابوها قال لها اسكتي يا بنت هنروح في 60 داهيه. إيرونسايد قال لها انا مش بكذب. قالت له بتكذب وده جزء من قوه السحريه. قال لها طب تعالي يا قطه ما نشوف حكايتك ايه. ابوها قال له سماحه يا إيرونسايد. قال له محتاجه تتأدب يا كالدن. شين قال لهم يلا بينا نخلع وهم بيتخانقوا مع بعض. الكل نزل الا الواد الشجاع بيرسي، نزل زي الاسد وواجه إيرونسايد. تعالى بل الله يخرب بيتك يا هبل، الناس انت مين؟ انت مش من هنا. إيرونسايد قال له صحيح كده انت لسه حي، خوذتك ولبسك بيقولوا انك عاوز تاخد بطار جدك يا فرغس ولا عاوز تاخد تابوت مني. بيرسي بيهجم والجولم بتظهر وبتسبقه وبتهاجم وش إيرونسايد. إيرونسايد ببيعتهم بايده. بيرسي اخد ايد آن وخلع. إيرونسايد بحركته السحريه الاكس بيشق الارض 2 تحتهم. المبنى بيقع، الناس بتخاف وبتجري. كالدن بيقول بنتي ممكن تتصاب يا إيرونسايد. إيرونسايد قال له وماله نضحي بيها من اجل قضيتنا العظمى. شين ودوني وناسينس بيجروا بيسالوا شين عن بيرسي. قال لهم مش هيتهزم بسهوله بس احنا لازم نامن القطعه اللي معانا. بتظهر الست اللي بتخدم الحاكم وبتتحول لشيطان، بيطير وبتاخد القطعه وطير بيها لانها بتخدم إيرونسايد. بيرسي بيلحقهم وبيندى عليهم ويقول لهم فين القطعه. قالوا له اتسرقت. خادم إيرونسايد بيسلموا القطعه الناقصه. الحاكم كالدن قال له بتعمل ايه ومعاه السيف. الشيطان بيديه ضربه بيطيره. إيرونسايد قال له مفيش وقت نضيعه، نجمع النقش بسرعه وعلشان الامر يكمل محتاجين تضحيه بالدم. بيجمع النقش. شين قال لهم لو اهل البلد كلهم اتقتلوا إيرونسايد هيفوز. قبل ما يعمل كده عاوزين ندمر تابوت الظلام الابدي او حتى ناخد قطعه منه وبكده هنفوز احنا. بيرسي ايه رايك عاوز تلعب معايا اللعبه ديت؟ قام بنت الحاكم قالت لهم من اجل مدينتي وشعبي. شين قال لهم المفروض ان إيرونسايد بدا يعملوا طقوس وتجميع القطع، وقال لبيرسي مش عاوزك تقاتله بجد، احنا عاوزين نفس طقوس بس دلوقتي ونوقف مخطط إيرونسايد. خلي بالك هو اقوى منك ب10 مرات. وبدأت المهمة والكل انطلق. الكل بيجري علشان يوقف طقوس إيرونسايد في تدمير المدينة. آن سألت بيرسي انت ليه عاوز تنتقم من إيرونسايد؟ قال لها له انه قتل جدي قبل كده. قالت له شخص حقير كان عاوز يعرفنا على ابنه، اكيد ابنه شخص حقير مثله. ما تعرفش ان بيرسي اللي معاها ابنه. إيرونسايد بيبدأ بطقوس وعاوز يقدم ارواح الناس اللي بالمدينة، وبيبدأ يطلب من الموتى والارواح الشريرة في النهوض وقتل كل من في المدينة وصب دمهم في تابوت الظلام الابدي. بتبدأ الارواح الشريرة
شريرة تنتشر في المدينة وتتحول لوحوش. الناس في رعب تام. بيطلب ايرونسايد من دارك العفريت يتابع المهمة اللي هي مهمة الأرواح الشريرة. بيرسي بيطلب من أصدقائه بسرعة الوصول لإيرونسايد وقال لهم ما تخافوش، شين هيعمل اللازم مع الوحوش دي. قام بتقول لبيرسي لو إنه شين ثعلب كذاب وأنا عارفة، هتثق فيه برضه؟ قال لها ايوه هثق في شين. بيسرعوا علشان يلحقوا يوقفوا ايرونسايد. قام بتلاقي ابوها وهو على الارض. ناسينس قال لها هو كويس بس فاقد الوعي. ايرونسايد قال لبيرسي عاوز المره دي ايه؟ في الغالب المره دي هخلص عليك بس انا مشغول الليله دي يا حبيبي. بيرسي قال له وقف الطقوس دي حالا. بفكر يعني هيسمع كلامه، ما يحصلش. ايرونسايد بيغضب وبيقول ولا انت اتهبلت؟ بتكلمني كده ازاي؟ والكل بيترعب من ايرونسايد. دوني مرعوب وبيقول ده مختلف عن تاليسكر. الكل بيقول برغم قوته بس لازم نلاقي حل ونوقف طقوس. آن مرعوبة ومش قادرة تتحرك من الخوف. بيرسي بيهجم وبيفعل سحره على هيئة يد كبيرة وبينزل بيها على ايرونسايد. يا حلاوة ما أثرتش فيه. بيرسي مذهول. ايرونسايد قال له انت عيل مش كويس وانا هربيك. دوني مستحيل الهجوم ده كان هازم تاليسكر. ايرونسايد قال لبيرسي انت مفكر نفسك هتقدر تقتلني يالا؟ ناسينس بيفكر بيرسي بالهدف الاساسي افساد طقوس بس. بيرسي بيرسل الجولم لاخذ تابوت بيصعقهم ايرونسايد وقال له فهمتك عاوز تابوت. ايرونسايد بحركة الاكس القاتلة بيصوب على بيرسي. الكل بيقفز بعيد. حركة اكس بتشق الارض 4 انصاف. الكل مذهول. معقول دي قدرته السحرية؟ ايرونسايد انت ولد سيء السلوك ومش هكرر كلامي، وبعدين دي طريقه كلم بيها ابوك اللي رباك. فقام بتسال ابو مين ده؟ دوني قال لها ده ابو بيرسي يا حلاوه. دوني المهم نهرب من هنا دلوقتي. ناسينس قال له سكان المدينه ما ينفعش هيموتوا. دوني قال له احنا ملناش دعوه بسكان المدينه اصلا. آن زعلت وقالت فعلا دي مش مشكلتك ودي مدينتي انا وانا هقاتل لوحدي علشانها. دوني قال لهم براحتكم اخلع انا وانفد بجلدي من الراجل المفتري ده. بيرسي بيهجم على ايرونسايد وقال له لو ما وقفتش الطقوس دي هدمر تابوت الظلام الابدي. ايرونسايد قال له يا واد انت هتهزر معايا وبيصوب عليه بحركه اكس. بيرسي قال لاصحابه دمروا تابوت وانا همنع الحركه دي وبيقاتل ايرونسايد. بيرسي بيهجم بكل شراسه لكن ايرونسايد بيكسر سيفه والجولم بتجري بعيد. ايرونسايد قال له فرغس علمها كل ده عظيم. بيرفع سيفه وهينزل على بيرسي في اللحظه الاخيره. آن بتتصدى لضربته وقالت له ايدك ما مدتش على ابويا بس كمان عاوز تمدها على الاطفال. يا اخي انكسف على دمك. قال انا مش متعجب من بنت بتحاول تقلد فارس مقدس. قالت له مفيش غلط في كده وهكون فارسه مقدسه واحمى ابويا والمدينه زي ما عملت قبل كده. البنت بتقاتل ايرونسايد وبضربه ابعادها بعيد وقال لها لسه عاوزه تقتليني بالشكل ده؟ البنت بتنزع الملابس. بيرسي بيشجعها. ايرونسايد قال لها فهمت انت مش بارعه بس في المبارزه وشجاعه كمان. مش مصدق انك اصبتيني بخدش. وبيرفع سيفه وحس ان جسمه اتخدر. انت عملت فيا ايه يا بنت انتي؟ ناسينس قام بسحر سيف آن بتأثير سم الشلل. ايرونسايد اتعصب وقال لهم كلكم ولاتيت وهوريكم اللعب اللي على اصوله تعالوا يا حلوين. وبدأ ينشر سحره نجوم كتيرة. ده سحر بالفيست مارجو وعينك ما تشوف الا النور. انفجار ضخم. دوني بيهرب وبيشوف الارواح الشريرة المتوحشة بيترعب اكتر. كالدين حمى آن بنته من الانفجار. بيرسي وزع سحره وانقذ اصحابه من هجوم ايرونسايد. المفاجأة ايرونسايد مسك برسفال زي العصفورة بايده. ايرونسايد قال له تمام حميت اصحابك ولو كبرت اكتر من كده هتعمل له صداع في دماغي. بيرسي قال له ليه قتلت جدي؟ قال له كان قرار طبيعي علشان اعتقدنا انه ممكن يكون من الفرسان الهلاك الاربعه. قال له كده بس؟ قال له كمان اخد مني اجمل شيء وهرب وده كفايه ان اموته يا بيرسي. قام بتحاول تنقذ بيرسي بيضربها بالسيف. بيرسي بيحاول ياخد تابوت بيرميه على الارض وبسيفه بيغرزه بايد بيرسي وبيرسي بيتألم من الوجع بيتألم جدا. ايرونسايد قال له ده كده بتبر ابوك ياض؟ الكل خايف على بيرسي. قام بتطلب منه ما يأذيهوش وبتقول له ابنك تعمل فيه كده؟ قال لها بس يا بنت انا كسرت سيفك المره اللي فاتت المره دي هتكون روحك. شال سيفه. بيرسي بيتوجع وبيحط رجله على خد بيرسي ومستمتع بعذاب بيرسي. الكل بيترجاه وهو مكمل. بيرسي فاقد الوعي. الجولم سحر بيرسي بتحاول تعالج جراحه وبيدهسها برجله وبيقول لبيرسي حاجه غريبه السحر ده. بيرفع سيفه وبيغرزه في صدر بيرسي. بيرسي بيلفظ انفاسه الاخيره وبينده جدي جدي. السيف اخترق صدر بيرسي. الجولم اختفت. هل مات بيرسي؟ اصحابه بيبكوا عليه. ايرونسايد قال النبوءه المشؤومه مش هتحصل بعد موت واحد منكم وبيبدا في اكمال
طقوس وبيأمر الأرواح الشريرة تقتل كل سكان سيستانا. ناسينس بيجري وبيسحب بيرسي. ناسينس بيحاول يشرب بيرسي الدواء. آن بتحاول تديله بطريقتها الخاصة وهو رافض الدواء. في ايه؟ ليه بيرسي رافض الدواء؟ ناسينس وآن بيقولوا ليه بيقتلوا بكل فظاعة، وكمان أبوه ليه كده؟ ايرونسايد بيستعجل الأرواح تخلص على سكان المدينة. الوحوش مالية المدينة. دون بيجري وبيرجع تاني بس خايف من ايرونسايد. مفاجأة جولوم ظهرت من بيرسي. بدأ سحره يرجع. أصحابه اتفاجئوا. ايرونسايد ازاي الكلام ده؟ أنا متأكد إن قلبه توقف عن النبض. وبيبدأ القاسي. ايرونسايد يصوب عليه اكس، ولكن ناسينس الصاحب الصديق بيحمي بيرسي بظهره وينجرح ناسينس من ظهره. ايرونسايد بيقول لناسينس السم بتاعك أصاب دقة تصويبي وأصبحت مش تمام. انت ياد لو خايف على حياتك ابعد. قال له ارفض عرضك يا ايرونسايد. قال له زي ما تحب، وبيصوب بحركة اكس تاني عليهم. ناسينس بيحمي بيرسي وقال له يا بيرسي لسه ما ردتش ليك جزء من معروفك معايا. الجولوم بتزيد. سحر بيرسي بينشط. قام بتهاجم ايرونسايد واتقاتلوا. سحر بيرسي بيزداد من جديد. ناسينس مع بيرسي وقال له انت انقذتني وانقذت جد اوردو وانقذتني من الوحده يا بيرسي. انت بالنسبه لي يا بيرسي بطل. ايرونسايد قال الان انا هقطع ايدك ورجلك ورقبتك بالنهايه. السحر بيرجع لبيرسي وبيزداد قوي. دون العبيط رجع. سالوه رجعت ليه بعد ما هربت؟ قال لهم علشان بيرسي موجود. الجولوم سحر بيرسي بيتحوط دوني، وسحر بيرسي بيحوط كل اصحابه بغزاره. ايرونسايد بيهجم بمخلب راجانا العنيف. المفاجأة الكبيرة، سحر بيرسي أخذ أصحابه طار بجناحات. ايرونسايد عرفت إنك خطير ولازم تموت يا بيرسفال. بيرسي أصبح بجناحات وشايل أصحابه، وبيفتكر جده لما قال له دور على أصحاب تثق فيهم وتحبهم ويحبوك يا بيرسي وعيش معاهم. الأرواح الشريرة بتهاجم المدينة ومعاهم خادم ايرونسايد. بيظهر شخص خفي ومعاه خناجر. الوحش بيرفع شخصه علشان يبتلعه، وفجأة بينفجر الوحش. الشخص ده بدأ يصاب على الأرواح الشريرة ويفجرها واحد ورا تاني. ايرونسايد سأل الخادم خلصت وجبت الأضحيات؟ أنا كملت طقوس. قال له تعرضنا للهجوم والأشباح بتاع واحد ورا تاني. قال له مين عمل كده؟ قال له مش عارف. الشخص بخنجره بيفجر العفريت خادم الايرونسايد. الأرواح اتهزمت. بيرسي قال لايرونسايد أنت اتهزمت. قال له ماشي يا بيرسي أنا انهزمت. فرغس لو شافك أكيد هيفرح لأنك بطل. بيرسي قال له أنت اللي قتلته. قال له أيوه ودي كانت مهمتي، وحتى كمان حاولت إن أقتل ابن مرتين. وبيرمي سيفه وبيبدأ يلعب على مشاعر بيرسي إنه أبوه. وقال لي بيرسي قرب يا ابني خليني أرسمك داخل دماغي. ملعون يا ايرونسايد. لكن آن فهماه. قالت لبيرسي خلي بالك الراجل ده كتلة من الكذب والخداع، ومش ده اللي يعتذر ويندم يا بيرسي، هو عاوز يقتلك علشان وقفت طقوس. ايرونسايد بيغضب وقال لها انت بنت ملعونة، كل مرة تقفي في طريقي، وزي ما قلتي النهارده هتأكد من موت بيرسي. وبيهاجم بكل شراسة. بيرسي بياخد اصدقائه ويطور بسرعة رهيبة. قال له مش هتهرب مني يا بيرسي، وبيهاجم بشراسة. وبيرسي بتزداد سرعته وبيتفادى ضربات ايرونسايد. قال له لحد امتى هتهرب مني ياض؟ بيرسي بينزل على الارض وبيهجم على ايرونسايد. قال له مش هتهزمني يا بيرسفال، مش هتقدر. قال له انا عارف بس انا هفوز في المرة دي. وبيهجم بشراسة بيرسي على ايرونسايد وبيصوب على صندوق الظلام الابدي بيكسره وينزل مفتاح وبتفسد طقوس. ايرونسايد بيخلع قناعه وبيظهر وجهه مرعب. ايرونسايد بيقف ايرونسايد بوجه مرعب وبيقول لبيرسي، قال له انت اتمديت يا بيرسي يا فاشل، انت فاكر انك وقفت خطتنا؟ انا هقتلكم. انت وقفت طقوس مؤقتا لكني هنفذها حتما، ونفسك هكتبه بايدي يا بيرسي. وهيهجم بيظهر فارس مقنع مسك ايده وقال له كفايه ايرونسايد. قال له سيب ايدي يا متراك، انا مخنوق ومزاجي مش تمام. قال له ما تزعلش، ادام لقيته مهمتي انه تابوت ما يضيعش. المشكله ايرونسايد مين قتل الاشباح؟ ايرونسايد ساله عرفته مين؟ قال له لا بس من تخميني شكله شخص خارق انه يبيد الارواح في لمح البصر. لو تواجد شخص مثله هيكون احد الابطال الاسطوريين من الخطايا السبعه المميته، او شخص بيساويهم في القوه. ايرونسايد والفارس المقنع متراك بينسحبوا لخوفهم لانهم حسوا بخطر من الخطايا السبعه المميته. بيرسي بينزل هو واصحابه ومرهقين جدا، لكن بيرسي مبسوط وكله حيويه وطاقه. قام بتسلخ دنيا علشان هرب قبل كده. بيرسي قال لهم وحدنا قوتنا وهزمناه. كالدين والد آن بيحضر. شين حضر هو كمان. سالوه مين هزم الاشباح يا شين؟ هو صحيح انك استدعيت حد من الخطايا الاسطوريين؟ قال له عاوزين تعرفوا؟ قالوا له ايوه. قال لهم اصحاب ابن الغابه. بيرسفال سعيد وبيجري يمين وشمال. ما خلاص بقى يا مور. فجاه وقف ايه ياض؟ عاوز يعمل حمام. اجري بعيد الله يقرفك. بيرسي بيتذكر شكل ايرونسايد والشبه اللي بينه وبين جده وبيبكي. نروح على كاميليود. الملك قال له رجعت وما عملتش حاجه لايرونسايد. الواد ده كان واحد من فرسان الهلاك الاربعه وبيضحك ارثر. وقال لايرونسايد لو شفت الواد ده تاني قول له لو عاوز دمرني انا الملك ارثر بن دراجون، ومع كده انا مش هقبل فشلك المره دي، وخصوصا كانت فرصه لهزيمه مملكه لونس عدوتنا اللدوده. شخص زيك ايرونسايد عار
عليه انه ينهزم من طفل صغير وحتى لو كان من فرسان الهلاك الاربعه، خصوصا انهم اطفال. ايرونسايد قال للملك عاقبني باي شيء تحبه، وبيبدا العقاب او العقاب الشديد لايرونسايد. عقاب شديد لايرونسايد من الملك ارثر بندراجون، وقال له من 16 سنه ومنذ هزيمه الشياطين وانا موجود، ومش هسمح لفرسان الهلاك الاربعه بتدمير ما بنيت. وقال له ايرونسايد مش كده بس، لا هحرر جميع البشر في بريطانيا، وكمان مع الخطايا السبعه المميته يظهر لفرسان الهلاك، وطالما تهديدهم موجود مفيش راحه يا ايرونسايد. العقاب بيشتد على ايرونسايد، وقال له انت يا ايرونسايد اكيد عاوز ازدهار كاميليوت ومش هتضيع الفرصه، ما تخيبش ظن فيك باخطاء ممله يا ايرونسايد، انا اشتريت ولاك اكتر من اي حد تاني يا ايرونسايد. وقال ايرونسايد ايه رايك انا خرجت كل السم اللي كان بجسمك واللي اتخدرت بيه. ايرونسايد عاوز يكمل المهمه ويقتل برسفال. ارثر بندراجون قال له لا سيبك من برسفال، انا عاوز حاجه تانية اكتر اهميه، عاوزك تتجسس عليهم علشان نعرف بيفكروا بايه ويبقى عندنا رؤيه مستقبليه. وطلب من ايرونسايد البحث عن طائر الملك ارثر بندراجون. حاكم سيستانا كالدن بيشكر بيرسي واصحابه لانقاذهم البلد. كالدن بيشكر بيرسي وبيساله انت تعرف ايرونسايد منين؟ قال لهم ده كان من معارف زوجتي، وهم كانوا فرسان مقدسين تحت خدمه الملك ارثر بندراجون حاكم كاميليوت. زوجتي كانت بتقول ان ايرونسايد كان راجل صريح ونزيه وعنده حس العداله. الكل صدم من الكلام. ان جهزت نفسها وهتكون رفيقه للمجموعه، وده بعد القتال اللي حصل قدام ايرونسايد. كالدن قال لها مش هسيبك ترحلي وحدك. بيدخل بيرسي وقال له هتكون معانا في رحلتنا. ابوها بيوافق، وبتكون ان من رفقاء بيرسي ودوني وناسينس وشين. وبكده بنخلص الجزء الثالث من حكايه بيرسي. ان شاء الله الجزء الرابع هيكون قريب ان شاء الله بدعمكم المستمرين. ما تنسوش عمل لايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله.